ممنوعا فرش مرفوعا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو اليقين فسبح باسم بربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتدار ونسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من حبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يا عشاق ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى أتقياء
أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام الأذكياء عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام
السلام عليك أتقى الأذكياء. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم. سليمان بالوصال تكرما جادت سليمان بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليمان بالوصال تكرما جادت سليمان بالوصال تكرما فسرى السرور إلى فؤاد وخيما فسرى السرور إلى فؤاد وخيما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه. وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من ولا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. ترك في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال. صلى الله وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجت هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الختمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عبر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله
الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الراقم لهذه. Jangan diam. Sallallahu alaihi terus. Selawat sampeyan saya pito, cek tertarik dek lagu. Ya, sallallahu alaihi terus. Ayo. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فعنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 يا الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 ربي
فاجعلنا من الأخيار يحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله ربي فاجعلنا من الأخيار سوى ذاتي وأوصافي وحالتي ومنها دارت الأدوار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأخيار يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شرب حالي يضع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضبابة يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضبابة يقع لي شرب حالي عسى بعد الضبابة يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي بدا لي من عظيم العظمة قد بدا لي ما قد بدا لي وحسن الظن في من دعاني رأس مالي دعاني رأس مالي وفي أعتاب باب الندى حطت رحالي وهانا منتظر فضل وهاب النوالي وهاب النوالي ألا يا الله يا رب
يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي يا مولى الموالي ويا معطى العطايا العظيمات الجزال عظيمات الجزام أذقنا برد عافيك وأصلح كل بالي وجملنا ويسير لنا سبل الكمال سبل الكمال ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل بمسافات الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين
أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم القوم الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولم ولا علنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله بقرب دور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقا بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه وأدار الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وانظر الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية
فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صل وسلم وبارك عليه Pakhusyuk pakarongga Rasulullah hajatnya kerenta kaki tibi. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بود المصطفى الهدي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ
كلما قصر آمين يا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع واهدنا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد رب بلغنا بجاهه في جوار خير مقام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه عاد العلم عزيز ولا يظهر سره ونوره إلا بالعمل إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. عاد العلم ilmu itu azizun mulia. Ilmu itu adalah mulia. Wala bayadhhar sirruh wa nuruh illa bil amal. Dan tidak akan nampak kemuliaan ilmu tadi itu kecuali bil amal, akan nampak bayadhhar nuruh wa sirruh, rahasia ilmu, cahaya ilmu bayadhhar akan nampak bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar ilmu tanpa beramal, maka iblis akan menjadi orang yang paling pandai, orang yang paling termulia, yang paling mendapatkan sir, rahasia dan cahaya daripada ilmu adalah iblis. Akan tetapi iblis tidak mengamalkan daripada ilmu yang semestinya ilmu tadi itu memuliakan kepada si pemilik ilmu, justru berbalik, melaknat kepada iblis karena ilmunya tidak diamalkan, karena ilmunya tidak semakin menambah ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikan ilmumu sebagaimana garam, milih, wa adabaka daqiqa, dan jadikan adab sopan santunmu sebagai tepung. Semakin banyak adabnya, semakin tinggi akhlak budi pekerti dan etikanya, maka bayadhhar akan semakin nampak itu rahasia, sir, cahaya, nur, cahaya, sir dan rahasia daripada ilmu. Amal lagi ilmu ni. Oneng napa sampean dari agama? Berjamaah
Sholat berjamaah. Lepas tahu aja kencir berjamaah tapi tak berjamaah. Wajib. Al-ilmu alaik. Wa idza amiltahu lak. Ilmu akan menjadi saksi keburukanmu. Namun jika ilmu kau amalkan, maka ilmu akan menjadi saksi kebaikanmu. Orang yang berani kepada Allah tapi dilakukan orang-orang yang bodoh, beda dengan orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaratan, si pelakunya orang yang mengerti. Lain. Karena orang bodoh, ya maklum wajar orang bodoh al-jahil. Tak kenal, tak takok dekat Gusti Allah karena sifat napa? Bodoh al-jahil. Fal jahlu ada buaki sifat kebodohan akan membunuh kepada seseorang. Walaupun dirinya masih belum mati tapi bodoh, maka dia akan mati dengan sendirinya. Kebodohan ini bisa mati. Coba kebodohan ini. Fafus bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Adapun orang yang berilmu, beradab dan mengamalkan ilmu, maka dia akan hidup selama-lamanya. An-nasu mauta, manusia biasa mati, wa ahlul ilmi ahya'u, akan tetapi mereka yang ahli ilmu akan kekal abadi selama-lamanya. Maka napa sih ilmu nikah cek sampai ambu nyari ilmu, cek sampai ambu nyari ilmu sebisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yawmun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah tabaraka wa taala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Kalau di esok hari aku dapat menyaksikan matahari terbit dari timur, la azidu fihi ilman, akan tetapi aku tidak bisa menambah ilmu di hari tadi itu. Neng laku sengkok menyaksikan matahari terbit dari timur, namun tak bisa menambah ilmu sebisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka aku tidak akan mendapatkan keberkahan di hari itu. Kalau Nabi masih mengharapkan keberkahan daripada ilmu, yang mana ilmu baik malaikat, jin, manusia tidak ada yang menyalib, bahkan menyamai pun tak ada sebisa nyamai aki menyamakan dekat ilmu dengan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi adalah sumber daripada ilmu. Tapi Nabi kata bu, engkau mun laku kulaku ngetela areh omber dari timur, engkau tak bisa nambahin ilmu neng areh laku, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka engkau tak bakal lil barakah. Barokah ni ke ngaji, barokah ni ke nyari ilmu. Benih karena Habib, karena kiai, deer apa tak ada bisa mbian benih barokah, argung, lapar. Barokah maulid ngiba aing di bungkona, cek nyari aing neng dina aing ngoreng ya kebe barokah, benih barokah ngalah aing jeding di sana. Apa barokah nih? Ziyadatu khair, tambah kebaikan, semakin kaya, semakin dermawan, semakin berilmu, semakin beradab, semakin sopan. Dek orang tuana, dek guruna, dek tetanggana, dek ring sepona, dek selebih sepo. Bayadhar sirruh wa nuruh, akan nampak cahaya dan rahasia. Ilmu ini kebenar rahasian para hadirin. Ilmu ini kebenar rahasian. Cek kira ilmu ini hanya sekedar ulain. Pada tikir kulibi sambian, tikir para ulama ini pada. Solawat apa ada, solat apa ada, Al-Quran apa ada, persis tidak ada yang beda. Rabbuna wahid, nabiyuna wahid, wa kitabuna wahid, wa kiblatuna wahid. Kiblatnya kita sama, nabinya kita sama, satu dalam kesatuan.
tapi yang membedakan kualitas ilmu, sehingga dengan ilmu akan memperbaiki amal perbuatan. Ibadah ini tanpa ilmu tak bisa. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Oh masih budur yang sepenting kan tena takut ada ring budu takut ke pangeran itu ada. Pasti bengal ke pangeran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka yang merasa takut kepada Tuhannya dari hamba-hambanya, al-ulama, orang yang berilmu. Maka majelis nikah alhamdulillah hadirin para ulama, para kiai, para habaib, berdesa nasihat. Habib Umar nasihat, dan kadang bertamu dari tarim, para habaib. Ambil kesempatan tadi itu dan kita niatkan untuk kita amalkan. Ilmu ini kebanyak tapi bisa sokone, mau amal lagi percuma. Ilmu neka walaupun banyak bisa jadi sekane monte yamal lagi ilmu sesekone bisa banyak monte yamal lagi qalilun qar khairun min katsirin far kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tadi itu akan menjadi ilmu yang banyak walaupun sedikit dengan catatan diamalkan, bahkan lebih baik daripada banyak tapi tidak diamalkan. Rang-rang ngaji nah cuma yamal lagi tak tahu ngaji ngamal makin apa jangan ada saya ngaji. Termuka anak-anak turun kita yakin min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dair wa ahli nadamah. Ya Allah kita yakin potoh jadikan mereka anak-anak kita, keturunan kita orang-orang yang berilmu, orang yang dapat mengamalkan ilmunya dan dengannya menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين.
اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القوي في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا خصوصا في فلسطين وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.